برضو حاجة تانية في حوار النصب. حوار النصب ده أصلا يعني إيه معنى النصب؟ النصب ده يعني إن النصاب بيستخدم أساليب احتيالية علشان يخدع الضحية، إن هو مثلا يتفق معاه على اتفاق ويخلي كل المظاهر اللي حواليه بتؤدي لنفس النتيجة. ده معنى النصب، إن أنا بستخدم مظاهر احتيالية ومظاهر كاذبة عشان أخدع الضحية وأجر رجله وآخد منه فلوس. طيب ماشي، انا ربنا وفقني وخدت على النصاب ده ورق، سواء عقد او مثلا ايصالات امانه او شيكات او كلام من ده، ما ضيعش وقتي واروح اشتكي بالنصب اللي هو في الجنائي، يعني ما اروحش اشتكي بالنصب. ما دام معايا ورق الجا للمحكمه المدنيه، او معايا ايصالات امانه اشتكي بيها مثلا في اسم الشرطه، او اخد الطريق الجنائي. ما دام انا معايا ايصالات امانه ادخلها وصولات امانه، يعني جنح. ما دام معايا عقودات او ما دام معايا اي ورق يثبت ان هو خد المبلغ ده مني، اطالبه بيه في المحكمه المدنيه. انما ما اخدش الورق ده واقوم رايح مشتكي بيه في الجنائي في اسم الشرطه او في النيابه العامه ان انا معايا ورق اهوت وبتهمه بالنصب. لا، الخصم بتاعه يقوم رايح بدفع بسيط كده قدام المحكمة بمدنية النزاع، خد براءة. فانت يعني تستغل الوقت من اوله كده وتلجأ للمحكمة المدنية على طول. السنة اللي انت هتنحي فيها او السنتين اللي انت هتنحي فيهم في الجنح لحد ما يوصل لحكم نهائي مستأنف، انت هتكون خدت حكم بالامر الاداء او بالحكم اللي انت دخلت فيه العقد، مثلا لو كان فسخ عقد ورد المبلغ يكون انت وصلت النتيجة. فانتوا يا جماعه لما تيجوا تختاروا محامي اسالوا عنه، انت اشتغلت في القضايا دي قبل كده؟ طب في سابقه اعمال ليك في الحوار ده؟ وبرضو المجني عليه او الراجل الضحيه يبقى رايح للمحامي وعارف ان هو عايز يجيب حقه. ما اخدش مثلا نص الطريق وارجع اتنازل، او ارجع ان انا اقول لك احل عرفي. طب ما انا لو كنت عايز احل عرفي ما كنتش لجأت للمحكمه، ولكن هو بيماطل لما السكينه بتبقى على الرقبه. الكلام بيبقى حلو، انما بعد كده مفيش حد لا بيحل ولا